كنت مضيعة مصروفي عليه، بجد بجد كان بالنسبة لي إدمان. طعمه وحلاوته لغاية دلوقتي فاكراها. كنت طول ما أنا قاعدة في الحصص في المدرسة قاعدة بطلعه من جيبي وبأرقط فيه زي الفئران من حلاوته وطعامته. كانت الحاجة الحلوة كانت بالنسبة لنا زمان. والله ده احنا كنا غلابة قوي. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل طريقه عمل الدوم، طريقه سهله وبسيطه وما فيهاش تعقيد خالص. احنا زي الشطار كده نروحوا العطار ونقولوا له عايزين نص كيلو دوم، كيلو دوم، على حسب حالتك الماديه او الفلوس اللي معاكي. ان شاء الله حتى تجيبي 10 كيلو، انتي حره. بجد بجد عصير الدوم ده من العصاير يعني اللي قيمتها الغذائية عالية جدا. واعملوا سيرش عنها وهتعرفوا الكلام اللي أنا بقوله ده كويس قوي، صحي جدا جدا جدا. أنا هنا جبت ربع كيلو ونزلت بمية مغلية. عايزين تضيفوا مية عادية مفيش أي مشكلة. أنا ضِفت مَيّة مغلية عشان ينزّل لي بقى كل يعني إيه الفايدة بتاعته، وضِفت هنا كوباية سُكّر. تمام كده. أنا يعني اشتغلت بالليل كده وأنا باتسحّر. رُحت عملته وهاسيبه بقى وأدخل أنام بقى، وأول ما أقوم الصبح يعني أصفّيه. هي دي الطريقة. الطريقة إن إحنا ننقع الدوم. في ناس بتحمّره زي الخروب. لأ، الطريقة ديّة أحسن وأفيد. يعني الطريقة دي ممتازة بصراحة. والناس عشاق الدوم عارفين إن الطريقة ديّة يعني أجدادنا زمان كانوا بيعملوها، ومعظم المحلات العصاير بتعملها. يعني طريقة سهلة جدًا ومش متعقدة خالص. وهُم يعني أغلبية المحلات مش يعني ما مش بيحطوه على النار. تمام كده. لازم يتنقع ليلة كاملة. أنا نقعته بُصّوا زي ما أنتم شايفين. بعد ما نقعته ليلة كاملة بُصّوا، لقيت يعني إيه إغماء أكتر. بُصّوا هو يعني كل ما بيقعد أكتر كل ما بيتقل، وكل ما طعمه بيبقى حلو يعني. زي ما أنتم شايفين كده، طريقة سهلة جدًا وبسيطة وما فيهاش تعقيد خالص، سكر ودوم ومَيّة فقط لا غير. أنا هنا بقى هاجيب حلة صغيرة كده وأصفّي فيها أي حاجة بقى عندكم، بولة، حلة، أي حاجة. هاصفّي فيها الدوم. تمام كده. لازم يقعد ليلة كاملة. أنا حطيته مَيّة سخنة، ممكن يعني المَيّة السخنة دي يعني بتسرّع النقع بتاعه. بس ممكن يعني هيقعد مثلًا لو أنتم عملتوه بمَيّة مغلية زي ما أنا عملت كده، هيقعد مثلًا 6، 7 ساعات. تمام كده. بس أنا خلّيته يعني حطيت له المَيّة المغلية وقعدته ليلة علشان ينزّل لي كل الفايدة اللي فيه. تمام كده. ويتقل معايا كده. أنا هنا زي ما قُلت لكم أنا ضِفت كوباية سُكّر. اللي عايز بقى بعد ما يتنقع وتصفّوه لو أنتم عايزين سُكّر تضيفوا يعني سُكّر تاني ضيفوا. بس هو معظم يعني الدوم عمومًا بيبقى مسكّر. كمان للناس اللي عندها سُكّر زي حالاتي، حاولوا إن أنتم ما تكتّروش سُكّر يعني. والسُكّر غالي وربنا يسترها علينا ويعني ونلاقوا سُكّر في رمضان. زي ما أنتم شايفين كده خلاص أنا صفّيته وكده تمام. باحطه بقى في التلاجة وعند الاستخدام باطلّع وأصُب زي ما أنتم شايفين كده، حلاوة وجمال ما فيش بعد كده. كل سنة وأنتم طيبين. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تشيّروه في كل مكان، وسلام عليكم.